السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده من وصفات شهوات جاد. اليوم ان شاء الله غنتقاسم معكم طبق مغربي تقليدي اللي هو اللحم بالبرقوق. ان شاء الله غنتقاسم معكم الطريقه ديالي في تحضير هذا الطبق. كيجي معلك مدغمر ولذيذ وواقف في دامو، كيجي فحال ديال العراس والمناسبات. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. وهنا على بركه الله غندوزو باش نحضروا العطريه اللي غنشرملو فيها اللحم ديالنا. غنحتاجو كاس ديال الماء غندوبو فيها ديك الضويمه ديال الزعفران، الا كان عندكم الزعفران شعره كان احسن. غنضيفوا ليه كذلك راس معلقه ديال الابزار، ما نكثروش الابزار بزاف، غير راس معلقه كافيه. معلقه ديال سكينجبير، راس معلقه ديال المروزيه او راس الحانوت. هنا عندنا كذلك معلقه مع مرش ديال القزبر يابس مطحون، ومعلقه ديال الكركم او الخرقوم البلدي. القرفه عواد غنخليوه حتى الاخير وغنضيفوا الملح. فقط هادو هما المكونات اللي غادي نشرملو فيها اللحم. غنحاولوا نحركوهم حتى يندمجوا لينا مع بعض، وغنجيبوا اللحم ديالنا ونشرملوه. هنا غنحاولوا من بعد ما غسلنا اللحم وخليناه يتسقطر غنحاولوا نشربوه في هذه العطريه. كل ما خليتوه في هذه العطريه كان احسن. الا قدرتوا تخليوه يبات غادي يكون احسن، ما قدرتوش تخليوه واحد ساعتين ساعه، ولا بغيتوا تبداو به الخدمه ديك الساعه ماشي مشكل. غير هو كل ما خليتوه كل ما كيتشرب ديك العطريه وكيجي فتي وكيجي لذيذ. وكنكملوا بهذه الطريقه حتى كنكملوا هذوك الطريفات ديال اللحم ديالنا. واللحم من الاحسن تاخذوه من جهه العنقره ولا من جهه الكتف، المهم يكون ملج باش يجيكم اللحم فتي. وهنا غادي ندوز من بعد ما خليته واحد ساعه على لاروب، غادي نشعل عليه النار اللي غتكون مهيله وغنخليه يتقلى في هذاك الكاس ديال الماء. نحاول نقليه مزيان في هذاك الكاس ديال الماء ونبقى نقلبو على كاع الجوانب حتى يتشرب هذيك العطريه على خاطره. هنا اللحم ديالنا باش ينجح معنا ويجينا لذيذ خاصو العافيه غير مهيله، ما نجهدوش عليه العافيه ونعطيوه الخاطر. هنا من بعد ما كنقليوه مزيان كنضيفوا ليه البصله اللي مشلضينها من قبل. هنا تقريبا كل كيلو ديال اللحم كنديروا فيه 2 بصلات يكونوا موين، ما يكونوش كبار وما يكونوش صغار. وهنا عندنا واحد الفص ديال الثوم اللي كنحكوه، وغنضيف تقريبا واحد 2 عويدات ديال القرفه، واحد غنخليه للبرقوق، معلقه ديال السمن، ونص كاس ديال الزيت. يمكن لكم تخلطوه بين الزيت النباتيه وزيت العود، ولا تكتفيو فقط غير بالزيت النباتيه. وغنحاولوا نخليوه عاوتاني يتدغمر في هذه البصيله، ما نضيفوش الماء دابا نهائيا. هذه البصله هي اللي غتطلق لينا الماء ديالها كما غتشوفوا معايا. كيف ما كتشوفوا معايا هنا البصيله طلقات لينا الماء ديالها. كنحاولوا نشحروا هذيك اللحيمه مزيان، ومن بعد غادي نرويو بالماء. هنا ما تكثروش الماء البنات بزاف. هذا القياس ديال اللحم تقريبا واحد الكيلو حتى الكيلو ونص، هذا درت فيه نص لتر ديال الماء. نص لتر ديال الماء طيب ليا اللحم هو هذاك، ما زدتش مازال. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما كيتدغمر بهذه الطريقه غادي نرويو. كيف قلت لكم غادي نضيفوا نص لتر ديال الماء فقط. كل ما كثرتوا الماء كل ما غادي يجيكم ما غاديش يجيكم اللحم لذيذ، وما غتجيكمش هذيك المريقه خاتره وملبيه. من بعد ما كنرويو كنسدو عليه ونخليوه يطيب من ساعه الا ربع حتى لساعه على نار اللي تكون متوسطه، ما تكونش مجهده وما تكونش ناقصه بزاف. وغندوزو باش نحضروا البرقوق ديالنا. هنا البرقوق غسلته مزيان المره الاولى والثانيه. هنا غنضيف ليه واحد العويد ديال القرفه، معلقه ديال الزبده، واحد 3 المعالق صغار ديال السكر سنيده، وراس معلقه ديال القرفه مطحونه. وغنشعل عليه النار ونخليه يطيب
حتى يبان ليا البرقوق تنفخ ورطاب. ملي كيبان لكم تنفخ كيف على هذا الشكل ولفتي كتعرفوا ان البرقوق ديالكم وجد. هنا غنضيف ليه واحد السر، هو هذا السكر بنكهه زهره البرتقال كيعطيه واحد النسمه رائعه. جربوه وردوا عليا الخبر، كيجي فيه هذاك المذاق ديال المزهر رائع. وكنخليوه حتى يتشرب لينا هذاك النسمه ديال هذاك السكر اللي زدناه في الاخير، وكيصبح جاهز البرقوق ديالنا ومعسل. هنا من بعد ما دازت ساعه تقريبا غادي نحل على اللحم ديالي ونشوفوا فين وصل. هنا ساعه كانت كافيه بان اللحم ديالي يطيب. وانتوما الا كان اللحم ديالكم مازال ما طابش يمكن لكم تضيفوا الماء وتعاودوا تزيدوا تسدوا عليه وتخليوه حتى يطيب مزيان. كيف ما كتشوف معايا هنا اليدام راه هو هذاك، المريقه هي هذيك كانت خاطره، يمكن غادي نزيد عليها مازال النار حتى توقف ليا هذيك المريقه في اليدام ديالها وما يبقاش ليا الماء نهائيا، وعاد يمكن لينا غادي نقدموه. وهنا من بعد ما وجد لينا اللحم كيف ما كتشوفوا كنحطوه بهذا الشكل، كيجي واقف في دامو تماما بحال ديال الاعراس. واحد اللذه البنات ما كرهتكمش تذوقوا منه باش تعرفوني علاش كنهضر. صراحه كيجي اكثر من رائع. كنديروا البرقوق ديالنا وكندردروا عليه الزنجلان اللي سبق لينا وحمرناه، وكذلك اللوز. هذا راه طبق تقليدي مغربي كلشي كيعرفوا، وكاع المغربيات كيعرفوا يطيبوا، ولكن كل وحده وطريقتها وكل منطقه والطريقه اللي كتطيب بها الطبق. كنتمنى انكم تجربوه بطريقتي وتردوا عليا في التعاليق. وشكرا الى وصلتوا حتى لهنايا، شكرا على المشاهده وعلى الدعم ديالكم. ما تنساوش تخليوا لي لايك الى عجبكم الفيديو، ولا عجبكم المحتوى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى هنا وصلنا لنهايه الفيديو، ما بقى لي الا نقول لكم الى فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله.